اسمع كده. في 5 أشياء بتحجب لا إله إلا الله، فلازم ننفيها عشان الكلمة تتمكن من قلوبنا. إيش هم؟ أول شيء لازم ننفي فاعلية الكون، أنه إيش؟ النار لا تحرق إلا بأمر الله، السكين لا تقطع إلا بأمر الله، الشمس لا تضيء إلا بأمر الله. فننفي فاعلية الكون، يعني حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، وهذه الأسباب فقط حجب لفعل الله عز وجل. ثانيا بدنا ننفي المحبوبات الثمانية، The beloved eight. إيش المحبوبات الثمانية؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هدول 8 أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي عذابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين رب العالمين. فلازم ننفي المحبوبات ال8. ثالثا لازم ننفي يقين الأمم السابقة. كل أمة سابقة كان عندها يقين على شيء معين، يعني فرعون كان له يقين على إيش؟ على الملك، قارون يقينه على المال، شعيب يقينهم كان على التجارة، عاد يقينهم كانت على قوة أجسادهم. فننفي هذه الأشياء. رابعا ننفي النفس نفسها، يعني إيش؟ يا أنا يا فاسد التركيب يا حائلا بيني وبين حبيبي. حتى إحنا بكلامنا إيش بتلاقي الواحد بقول؟ بس يقول أنا، بقول إحنا في عاداتنا والعياذ بالله من كلمة أنا، يعني أنا ما عندي أي قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا ننفي الأشياء المباشرة للقلب، الأشياء اللي بنتعامل معها كل يوم، يعني الطعام والشراب والنوم والدواء والمال. هذه الأشياء. خذ مثلا النوم، في بعض الناس بقول لك أنا لو ما نمتش مثلا 6 ساعات في اليوم ما بشعرش إني مرتاح، يعني يقينه عن النوم. طب ما إحنا أحيانا بتلاقي الواحد نام 2 ساعات وحس حاله مرتاح، وفي أحيانا بتلاقي نايم طول الليل وما ارتاح، لأن حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الراحة، ليس النوم. النوم بس مجرد سبب. فلما ننفي هذه ال5 أشياء، الله سبحانه وتعالى بيعطينا 4 أشياء مقابلهم. أول إشي إنه بيخرج اليقين من قلوبنا على هذه الأشياء. ثاني إشي بيحفظنا من عبادة هذه الأشياء. ثالث إشي بيحفظنا من الأشياء نفسها. وآخر إشي الله سبحانه وتعالى بيسخر هذه الأشياء إلنا بدل ما يسلطها علينا. ابعتها لحد محتاجها، وما تنساش تذكر الله وتصلي على الحبيب المصطفى.